اللي عندنا في المغرب كيجرب الافطار العلني في رمضان. بغيت نسول سؤال ديني ونطرحه على السيد احمد توفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وعلى السي مصطفى الرميد وزير العدل السابق، لانه كيتفاعل بمرجعيه اسلاميه مع كاع المواضيع الراهنه. واش كاين في الاسلام شي حكم على مفطر رمضان علنا ام سرا؟ واش كاين حكم واضح في القران على مفطر رمضان؟ السي احمد توفيق الله يخليكم، ما تخليوش هذا الموضوع وهاد الاسئله وكانكم اذان صماء. بغينا نناقشوا مواضيع كتهمنا كمغاربه. واش كاين حكم في الاسلام في القران واضح للمفطر رمضان سرا ام علنا؟ الجواب هو لا، لان ما كتعرفش الشخص علاش فاطر. واش ماشي مسلم، يهود مغربي، مسيحي مغربي، لا ديني، ربوبي، واش المراه فيها لا راجل؟ حنا العيالات النهار الثاني راه كنسخفوا بلا راجل، كتكوني خارجه كيخصك توقفي تشربي غير هاد الماء، تاكلي شي حاجه، تشربي عصير، شكلاطه، تميره، شي حاجه ترد فيك الروح. المراه فيها لا راجل خارجه للزنقه تقضي شي مشوار، تقدر تبغي تاكل شي تميرات بالريقه يوقفوا عليها البوليس باسم الدين. كاين اللي مريض فيه السكر، فيه ملحه، فيه طونسيون، فيه ليبوغليسيمي، كيسخف، الطبيب منعو انه يصوم، يخرج للزنقه يقضي مشاوير ديالو، كيخصو ياكل. دينيا واش البوليس خصهم يوقفوا عليه؟ كاين اللي مسافر جاي من العيون للرباط، من العيون لطنجه، غيوقف في مراكش، غيخصو ياكل، البوليس يوقفوا عليه. اعيد، سي احمد توفيق، سي مصطفى الرميد، الشيوخ، واش كاين في الاسلام حكم مفطر رمضان علنا؟ ما كاينش. اذا هذا القانون اللي عندنا في مدونة القانون الجنائي منين جاي؟ من الاصل ديالو ماشي ديني، ماشي ديني. قلت لكم الفيديو غيكون مختصر مفيد.